بعد فترة ما حنا بلاقين عمال يكسرون بالجدران عشان يأسسون أفياش للمفاتيح. الفيش هذا بدون سلك، ينشحن عن طريق الكبس، ما في بطارية. طيب وشلون يشغل اللمبة؟ في قطعة صغيرة هذه ترميها بالسقف، تربط السلك اللي جاي من الطبلون باللمبة وتحط هذه بينهم، وتشبك هذه بهذه، تعرفها عن طريق بلوتوث أو الواي فاي إذا كان عندك واي فاي. خلاص تتحكم فيها في أي مكان في العالم. زينة المفتاح هذا حطه بجيبك، حطه بجنب الكومودينة عندك بالسرير، علقه على زجاج، ما له أي أسلاك ويثبت ب 3M. حطه على الجدار، نفس التأسيس القديم اللي أنت تبي. طبعا القطع هذه يجي منها ديمر، تقدر تعلي وتقصر إذا كانت اللمبة تتعلى وتتقصر. ممكن أنا ما أحتاج المفتاح، ألغيه تماما وأحمل الابليكيشن حق هيبنوتيك وأتحكم بالقطعة هذه عن طريق الابليكيشن. ما أشتري المفتاح، أوفر قيمة المفتاح وأوفر التكسير اللي بالجدران، وخلاص القطعة دي أرميها فوق واربطها. تعتمد عاد، هي هذه بعضها تتحمل 500 واط، تشبك عليها لمبات إلى 500 واط أو 300 واط. في بعضهن يشيلن، يعني مثل هذه القطعة الصغيرة هذه تشيل مثلا عدد لمبات معين حسب الواط والحمل اللي عليها. هذه بس انك افتح سكر. لكن القطعة هذه ديمر، عل وقصر. القطعة هذه مخصصة للسترب لايت 24 فولت. فكل قطعة من ذولي مخصصة لنوع من انواع اللمبات حسب اللي انت شاري. شاري ديمر خذ حقة الديمر، شاري بس افتح وسكر خذ القطعة اللي تفتح وتسكر. اشبكها على عدد لمبات. بداية السلك اهم شيء اللي جاي من الطبلون اشبك عليه 5-6 لمبات حسب قدرته، يشغل لك الخمس ولا الست اللي مربوطات بالقطعة دي. تبي كل واحدة تتحكم فيها بالحالة، تقدر تحط قطعة لكل لمبة. بذلك أنا ما أحتاج أكسر بالجدران، ما يحتاج أسس، ما يحتاج أتكلف، ما يحتاج أتعب نفسي. هذه التقنية الجديدة اللي داخلة الآن سهلة، ما يحتاج لها تمديدات وتأسيسات غريبة أو عجيبة أو صعبة. لا لا لا، مجرد السلك اللي طالع من الطبلون رايح لللمبة، أحط القطعة دي قبله في مكان أجمع فيها القطع وانتهى الموضوع. فهذا الشغل المرتب البسيط والتكلفة المتدنية جدا للقطع هذه. أنت ما يحتاج إلا أنك تأخذ قطعة هذه فقط. أيضا ما أهملنا الكباين، المطابخ، دواليب الملابس، وفرنا لها خيارات متعددة. هذه إذا صكيت الباب تتسكر، هذه عن طريق الاستشعار، هذه أيضا عن طريق الاستشعار، هذه عن طريق الحركة، هذه حقت مفصلة الباب. كل القطع دي تربط بالترانس هذا، وخلاص تقدر إيش؟ دولاب المطبخ، صكيت الباب تطفى الإنارة، فتحت الباب تفتح الإنارة. تبي عن طريق الاستشعار ممكن، تبي عن طريق، كل الأشياء متوفرة حسب احتياجك. وهذه من ضمن تكميلة نظام السمارت للإضاءة عندك بالبيت.